لاحظنا واحد التوجه عربي في ميركاتو ديال الانديه الوطنيه. مثلا صفقه الوداد الرياضي ديال الهوني، لاحظنا انه كان عرف التفاعل كبير من الليبيين. كنعرفوا الهوني نجم ديال منتخب ليبيا، نجم ديال الترجي، اسم كبير في ليبيا. فالتعاقد ديالو مع الوداد خلى واحد التفاعل كبير، ميم بزاف ديال المتتبعين اللي كنقراهم في لي كومونتير من ليبيا كيدخلوا يتبعوا الهوني مع فريق الوداد. يعني غتكسب واحد النوعيه ديال الجمهور اخر. من كوتي اخر الرجاء الرياضي مع عمرو ورده، شفنا ذاك التقديم ديالو، شفنا المصريين كلهم متبعينه، من اختيار الرقم 74 ضحايا ديال حادثه بورسعيد توا لقى تفاعل هذاك الفيديو وتنشر، المصريين بزاف كيتسناو. ميم اللاعب العراقي هداف منتخب العراق اللي اتفقوا مع الرجاء البارح كان تفاعل من العراقيين. واش هذا توجه للسوق العربيه في ظل كنعرفوا انه كاينه الشعبيه ديال الانديه الوطنيه ديالنا، انك تكسب سوق اخر هذا ديال المتتبعين، هادو اسماء تعتبروا من نجوم بين قوسين ديال بلادهم، ولا فقط ضربه حظ عجبتي هاد اللعابه ومن الظاهره كان راه كانوا من هاد الدول والناس تعافيشاو معاك كلهم متبعينك، كسبتي جمهور من بلايص اخرين. نروح ليه هو في التعليق ديالك كان جزء من الجواب، ولكن القيمه ديال اللي وصلت لها كره القدم في المغرب، السمعه اللي كاينه لعند المنتخبات الانديه الوطنيه اللي كتنافس على المستوى القاري والعربي. وكاين عامل اخر هو قضيه السوق، لان على المستوى الافريقي وليتي من الصعب تلقى لاعبين في مستوى عالي وجاهزين انك تعقد صفقات معهم. علاش؟ كاين السوق الاوروبيه اللي في الحقيقه عندها السبق على مستوى هذه المواهب. مشى لهم السبق مشى لهم السبق دابا، ولا في السعوديه السبق دابا. لا كندوي على المواهب الصغيره ماشي النجوم واحد ما يقدر يقرب لهم. هذه ثاني كان هذا السوق الافريقي اللي ولات كاين توجه على المستوى دائما السوق الاوروبيه يعني عندها اسبقيه. كاين كذلك المبالغ الماليه، وليتي كتلقى لاعب مثلا واعد افريقي كتلقى واقفين عليه شحال من النادي، وكتلقى ديجا موقع مع وكلاء في سن مبكره، وبالتالي وليتي صعب لك تدخل للسوق اذا خصك تقلب على بديل هو هذا. انا ما كنتذكرش واش كان وقال لي اول مره لاعب عراقي كيلعب في المغرب، ما عرفتش. واحد لاعب لعب في قنيطره، وكان الاب عنده بالناسيونالي عراقي. ولكن هذه البدايه مزيان نفتحوا على. ثانيا لاحظتي حتى المستوى الاطور، لا اولا بالنسبه للاعب الهوني لاعب في حقق متميز، صفقه مزيانه صحيح كاسم نتمناو يعطي المنتظر ديالو. ولكن راه حتى على مستوى الوضعيه الماليه على مستوى الانديه ديال التونسيه كاين شي واحد المشاكل. كذلك كاين الاطر العربيه كذلك على مستوى التدريب، ولا واحد اقبال على مستوى السوق. طارق مصطفى كان شحاته جا واحد الوقت بزاف ديال هذا، وبالتالي هذا مزيان هذا الانفتاح في اطار العولمه ديال كره القدم. ولكن واش حنا جاهزين لهذه المرحله هذه في ظل هذا الواقع اللي كنشوفوه اللي ناقشناه وكنناقشوه مستعد نناقشوه كذلك؟ واش نقدروا نستافدوا؟ كاين واقع اخر، واش نقدروا نستافدوا من هذا الامر هذا؟ حيت كنهضروا على مصر، عراق، ليبيا، هادو عندهم ناس اللي مافيشين بزاف في لي ريزو سوسيو، ناس يقدروا انهم يتفاعلوا معك بشكل كبير. ولا واش كتعتبر انت جمال؟ هو هذا الموضوع ممكن، وانا ما كنظنش واش استراتيجيه اللاعبين عندهم زعما متابعه جماهيريه، ما كنظنش، لا اعتقد، لا بالنسبه للوداد ولا بالنسبه للرجاء. ما عندوش متابعه جماهيريه؟ لا قلت لك زعما ما كنظنش انهم تعاقدوا معاهم على اساس لانه عندهم متابعه جماهيريه، وغنجيب جمهور ديال ليبيا وغنجيب جمهور مصر وغنجيب جمهور العراق. لا اعتقد ان هذا الامر مطروح. يعني باش كان اللي كاين هو انه اليوم يعني انا بالنسبه للسوق العراقي انا ما كرهش كون فاتحوا على شحال هذا، لانه كاين مجموعه من اللاعبين. شفنا غير الشرطه العراقي نوعيه اللاعبين اللي عنده يلعبوا في البطوله العربيه، اللي كان ممكن انهم يلعبوا في اكبر الانديه في المغرب، وممكن يعطيو يعني الاضافه. فما كنظنش واش كاين يعني استراتيجيه. اللي كاين اليوم هو انه في بعض الامور ان السوق المغربيه ممكن ولات مغريه بعض اللاعبين، الحضور الجماهيري، الحضور ديال الانديه المغربيه على المستوى الافريقي. نعطيك غير مثال، الحمد الهوني اللي جا الوداد راه كان عنده الترجي ممكن يجدد معها، وعروض خليجيه احسن، كان عنده عروض ايضا في الخليج، كان عنده عروض في ليبيا. ولكن الوداد مثلا تغري لانه عصبه ابطال الافريقيه، الحضور الجماهيري ايضا اصبح يغري، يعني اللاعبين، المشاركه ايضا يعني في كاس العالم للانديه. هذه كلها امور اللي ولات تغري اللاعبين. بالنسبه يعني لعمرو ورده، هذا لاعب اللي كان ايضا في منتخب مصر، يعني مشى ليه فريق الرجاء،
عنده يعني حضور، عنده الاسم ديالو. كان عنده تجربه ايضا يعني في اليونان مشى تعاقد ممكن يكون يعني مفيد لفريق الرجاء، واخا عنده كنظن غير موسم يعني واحد في فريق الرجاء. ايضا التعاقد مع لاعب عراقي، دراسه يعني العراقيه واللاعبين العراقيين كنعرفوهم انهم مميزين بشكل كبير. وانا قلت لك شفت زعما الحضور ديال فريق الشرطه العراقي، والشرطه والعراق دائما كانت منجم ديال تاريخيا المواهب. ما يكونش مشكل انسجام هنا. لا اعتقد بالعكس ما كنظنش يكون مشكل ديال انسجام. زائد انه ما تنساش اليوم انه السوق التونسيه يعني ما بقاش تغري، لا الدوري حتى الدوري ما كتنقالش كاع ماشي جميع المباريات كتنقال، الملاعب ماشي في المستوى، حتى لهذا الترجي راه شي مستوى ديالهم حتى على المستوى المادي نقصوا، ما بقاش تغري يعني اللاعبين. ايضا شفنا لاعبين جزائريين ولاو كيجيو للمغرب، يعني الدراوي اللي جا، الياس شتي قبل منه كان بن عياده العمري، كان يعني بن عياده، لانه هذاك السوق اللي كانت مفتوحه في الترجي لم تعد تغري هاد اللاعبين، فبالتالي انهم اختاروا يعني السوق. ايضا يسري بوزوق كايا بن غيث اللي كان بالغيث بن شريفه اللي في طنجه دابا، بن شريفه اللي في طنجه. فبالعكس هذا نقدروا نعتبروه جانب ايجابي، ولكن ايضا خصك تزيد تطور، لانك انت ماشي بوحدك اللي كتخدم، راه الناس كتخدم، راه حتى على مستوى مثلا الجزائر كاين واحد التحرك لدعم يعني الانديه، ولانه تما كلهم كيشوفوا المنافسه كيبان انهم جايين ولا راجعين شويه تونس، جايين هما هذوك خدامين، لانه شافوا المغرب النتائج اللي حققها المغرب. حنا خصنا نستغلوا يعني بشكل ايجابي. كيفاش غتستغلوا انك تقوي الدوري ديالك؟ اليوم راه حتى اللاعب المغربي اليوم راه ولا عنده اشكال، ها السوق السعوديه تسدات صافي، فرق الكبار لانه ولا واحد مستوى راه ولا الدوري بين الخمسه الاوائل في العالم. المعلومه غنقاطعك، المعلومه هو البارح الدوري السعودي كل كينتظر بنزيما بدايه مالكم حمد الله، بعد الاشكال اللي وقع دخل تيتولار ومارك البيت المهم في الدقيقه 60 كانوا غارقين وبيت زوينه، دار دوبل فانت وضرب الكره في 90. هذاك تخصص الدوري كيجيبوا مع شكون وكيدي حمد الله الهداف السعودي، هذه معروفه. هذاك عنده شوف فيني مع الهداف هذاك عنده الوصفه عارف هذاك الدوري، حتى هو لعاب صراحه. انا باش تكون هداف في الدوريات كامله راه عندك شي حاجه، ما يمكنش ما عندك والو. هداف في النرويج، الصين، في قطر، في المغرب، في السعوديه اكثر من مره. يعني لاعب جيد. حنا بالنسبه لنا باش الدوري ديالنا يكون مغري، لان اليوم كانت التنافسيه حتى اللاعب المغربي راه يولي يلقى صعوبات. قلت لك الدوري السعودي القسم الوطني الاول تقريبا تسد، قدروا يجيو ليه اللاعبين المستوى العالي ولا اللاعبين المغربيين كيمارسوا في اوروبا. بقى لك القسم الدرجه الاولى اللي كيسميوه ولا القسم الثاني ديال السعوديه. الامارات ايضا كاين تحرك. اذا حنا خصنا نطوروا الدوري ديالنا يكون قوي يعني جدا. عندنا ارضيه خصنا نزيدوا نطوروا ونهيكلوا، انديه يخدموا شويه، كل انديه تخدم والموارد الماليه تكون باش ان دورينا يكون في مستوى. طبعا ميركاتو هذا العام مختلف شويه. عادل واحد دقيقه غير في العادل، هضرتي على واحد البعد اللي دائما كنهضروا عليه. هاد في بعض الاحيان كتلقى فريق اوروبي او ايطالي كيختار لاعب عربي مثلا او لاعب مغربي. علاش؟ كاين الاهتمام ديال الجاليه، كيعود اولا متابعه، كيحضروا التدريب، كيحضروا المباريات، هذا بعد تجاري. ولا لاعب اسيوي كيديروها مثلا جابون، لان كاين علاش كاين الشركات مثلا. كاين واحد جابوني جاي السوالم ولكن ما كملاتش. دابا حنا هاد المسؤولين والادارات ديال الانديه عندنا امتى يواكبوا العصر؟ امتى؟ كتلقى دابا مؤثر عادي كيقول اش كيقول الله اعلم، لما كتلقى ملياردير من هذا الشيء ديال المتابعات. انت عندك قاعده جماهيريه استغلها كبيره بزاف، ماشي غير وطنيا وخارجيا، وهاد التعاقدات اللي كدير مع جنسيات اخرى علاش ما كتستافدش منها؟ انت كتسنى خص الجامعه تعطيني ولا ما يعطيونيش، ولا ندير جنب قتال نمشي في حالي، ولا اسمح لي راه شويه اللي ما قادش على المسؤوليه يمشي في حاله. صوره النادي صوره كتلقى قاعده جماهيريه متابعه على مستوى العالم ما يستافدش حتى من هذا الشيء. علاش؟ كتلقى مراه ما قارياش مغربيه، ما قارياش دايره فورتين ماشي ما متابعه عاديه جدا، وانت عندك رصيد مهم. وهاد الاختيارات اللي كدير قلت لك راه الانديه الاحترافيه راه كيديروا اختيارات ممنهجه ودقيقه. خاصني لان عندي واحد الجاليه خصني مهمه هذه النقطه. مثلا في الفيديو ديال اللي نشروا الرجاء ديال عمرو ورده كنشوف انا لي فيديو الرجاء كيمشيو ب 90,370. الريكور كانت كيبقى 380,000. هذا الفيديو ميم با يومين دابا وصل 1,6 مليون.
ديال عمرو ورده حيت بارطاجا عند لو عند تتخدم المصريين مزيان. لو تبارطاجا عند لي باج مصريين الطريقه ديال التقديم انا شفت شكون وقيلا بركان غادي مزيان في الشاشة. الفرقه ديال زامبيا الفيديو كيفاش كيسجلوا تنزانيا كنظن تنزانيا سيمبا كيفاش كيوجدوا انهم غادي يقدموا اللاعب وانت كتقدموا صنداله ولا حفيان. عيب اصاحبي، راه عيب هادشي اللي واقع في الكره في المغرب، عيب والله لا عيب. او حداك الكلب ديال حاشاكم الكلب مع حداك الكلب طابله هو ما واسمح لي الله يخليك ما بغاو يهضروا مع الكل كيش غدير هو جات واسمح لي لا تقول لي لا راه خاصنا نحترموا هاد الانديه هادي، كان خاصنا نحترموا شويه، ما قادش على هاد المسؤوليه خليها. ودابا الطريقه باش كتقدم اللاعبين بطريقه زعما يعني شنو نقول ماشي كلشي البعض اغلبيه نكونوا صراحه، ما نبقاو نكونوا خصنا نكونوا صراحه مع بعضياتنا. راه هادشي اللي غادي ليه ما يمكنش. انت عندك واحد الرصيد بك تستافد منه. طريقه التقديم عشوائيه كل واحد كيقدم بطريقته، ما كتحترمش النادي، ما كتحترمش الخصوصيه ديالو الابعاد ديالو التاريخ ديالو. تقديم اللاعب خص يكون فيديو تقديمي وفين بعد خص في مقر النادي واحد الانترفيو في مقر النادي يكون مقدس في مقر النادي وطريقه احترافيه مع التيران مع البالون التوني. عندك اولا عندك شباب اللي قادرين، عشاق ديال الرجاء، عشاق ديال الوداد، عشاق ديال انديه اخرى قادين يساهموا ولو بالمجان. علاش تستاد البيبان ديال هادشي؟ علاش؟ ما فهمتش. خصنا نبداو نهضروا نكونوا صراحه اللي كنبغيو هاد الكره تطور. وانت عا كتسنى خصهم يمسحوا السبوره، خصهم يحيدونا كريديات، خصهم يعطيونا منحه، خصهم الجامعه ما عطاتنيش. وانت انت اشنو اش كتجيب؟ عندك رصيد ما استغلوش وما ضفوش في صالح الانديه. للاسف مهمه قضيه الماركوتينغ. ناخذ راي ديال عادل السراج بعد فاصل اعلاني.